السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو تشرفنا بالاشتراك في القناة وتفعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. القنوات المفتوحة والمجانية لمباراة اليوم الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي السبت 29 إبريل. الأهلي والرجاء في إياب دوري ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الكروي 2022-2023، وسيقام اليوم السبت 29/4/2023 على أرض ملعب الفريق المغربي وسط جماهيره التي تأمل في تعويض فارق الهدفين اللذين سجلهم بطل مصر خلال لقاء السبت الماضي. ديت القناة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال أفريقيا. أما عن موعد مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي في دوري ربع نهائي البطولة، وينطلق اللقاء الكروي الشرس كرويا بين الأهلي والرجاء على أرض ملعب استاد المركب الرياضي محمد الخامس اليوم السبت 29/4/2023 عند الساعة 9 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، والعاشرة بتوقيت القاهرة ومصر والأردن. دي فرق التوقيت ما بين الجزائر وتونس والقاهرة. والسودان وجنوب أفريقيا 11 بتوقيت مكة المكرمة. والسعودية وقطر في الساعة 12 في منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات ودبي وأبو ظبي. دي توقيت مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي اليوم في دوري أبطال أفريقيا. أما عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء اليوم، احنا عارفين طبعا الناقل الحصري لمباراة الأهلي والرجاء اليوم لدوري أبطال أفريقيا اللي هي قناة البين سبورت HD4. دي الناقل الحصري لمباراة اليوم الأهلي والرجاء. في قناة برضو البين سبورت HD ماكس، دي قناة برضو. وفي قناة TNT HD برضو، دي قناة هتذيع الماتش. الأهلي ضيفا ثقيلا على الرجاء المغربي الليلة لحسم بطاقة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. كولر يبحث عن حسم التأهل مع كازابلانكا بعد ثنائية الذهاب. المنظر الكبير يفتش عن رومنتادا تاريخية متسلحا بالمباراة الأوروبية. أما عن نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي والرجاء، الأهلي نجح في الفوز ذهابا بهدفين دون رد سجلهم محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، ليبقى حظوظه مرتفعة للوصول إلى نصف النهائي، إلا أنه مواجهة الرجاء في المغرب لن تكون سهلة. يعني مباراة اليوم لن تكون سهلة بالنسبة للنادي الأهلي. ويلاحق الأهلي لقبه ال11 في دوري أبطال أفريقيا بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 2020 وآخرا 2021. دي تتوج نادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 11 مرة. وفي المقابل يبحث الرجاء عن التتوج بلقبه الرابع في أمجد البطولات الأفريقية للأندية بعد فوزه سابقا بنسخ أعوام 1989 و1997 و1999. كولر يبحث عن حسم بطاقة التأهل في كازابلانكا.
نجح الأهلي في التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الثالثة والأخيرة، وحقق البطولة في نسختين 2020 و2021، وفي حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربي في 2022. الأهلي تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية، بعدما حصد على 10 نقاط، متفوقا على الهلال السوداني بفارق المواجهات المباشرة. يعني الأهلي تفوق على الهلال السوداني بفارق المواجهات المباشرة. فيما لم يجد الرجاء صعوبة تذكر في احتلال صدارة المجموعة الثالثة، وحين حصد على 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل، ليتأهل على جدارة إلى ربع النهائي. وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي لاعبيه بحسم بطاقة التأهل للدوري نصف النهائي من كازابلانكا عن طريق استغلال أنصاف الفرص لتسجيل هدف مبكر ليربك حسابات بطل المغرب ويقتل معنوياته لاعبيه، ويعزز فرص المارد الأحمر في بلوغ نصف النهائي ومواصلة المشوار لحين التتويج باللقب. وحال تأهل الأهلي على حساب الرجاء، سيتلقى من الفائز من الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري في نصف النهائي. وحال خضوع الأهلي لنصف النهائي، ستقام مباراة الذهاب خارج مصر والعودة في القاهرة إن شاء الله. وحال تأهل الأهلي لمباراة النهائية، فسيخوض مباراة الذهاب في القاهرة والإياب خارج مصر. يعني المباراة النهائية إن شاء الله للأهلي هتبقى خارج مصر، مباراة الذهاب في القاهرة والإياب خارج مصر إن شاء الله. ويغيب عن الأهلي في مباراة الرجاء المغربي الليلة كل من عمرو السولية ورامي ربيعة ومحمد الضاوي كريستو وأكرم توفيق وكريم فؤاد بسبب الإصابة. دي غيابات النادي الأهلي اليوم في دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء المغربي. أما عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام الرجاء اليوم في دوري أبطال أفريقيا السبت 29/4/2023، ويبدو التشكيل المتوقع للأهلي أمام الرجاء المغربي مكون من حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع محمد هاني، محمد عبد المنعم، محمود متولي، علي معلول. أما خط الوسط اليو ديانج وحمدي فتحي، مروان عطية. خط الهجوم بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا. دي التشكيل المتوقع للنادي الأهلي. الرجاء يفتش عن رومنتادا تاريخية أمام الأهلي، وفي المقابل عقد التونسي منظر الكبير مدرب الرجاء المغربي اجتماعا مطولا مع اللاعبين وسط ملعب أكاديمية النادي في الدار البيضاء لتحفيزهم على تحقيق رومنتادا أمام الأهلي البطل التاريخي لبطولة برصيد 10 ألقاب. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد، وبالتوفيق ان شاء الله بالمكسب للنادي الاهلي وحصوله على البطولة في دوري ابطال افريقيا 2023. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.